ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن حال. لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة باذن الله هعمل لكم كده قرنبيط بطريقة سهلة وجميلة جدا بدون بيض، وطعمها حلو قوي، بتبقى مقرمشة وطرية من جوه كده. ان شاء الله باذن الله تجربوها تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده، دي كده القرنبيطة بتاعتنا اللي معايا. هبدأ ان انا اجيبها كده من فوق وابدأ ان انا اقطعها، وبشيل كده العروق اللي هي التخينة دي، وببدأ ان انا اقشر القرنبيط عشان خاطر الحتت دي بتبقى تخينة، ولما بتيجي تسلقيها بتكون برضو ناشفة كده وما بتعرفيش تاكليها كويس. لكن لما بيكون القرنبيط طري مثلا بتبقى كويسة. بس القرنبيطة ديت اللي معايا يعني كان بقالها مدة عندي، فالعروق بتاعتها نشفت. فانا بقى هتني امسكها كده، هقطعها كده زي ما انتم شايفين. هشيل كده الجزء اللي فوق عشان خاطر ان انا افصصه زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا اقشره من الحتت اللي انا قلت لكم عليها ديت. هقشره بقى كده كله بنفس الطريقة دي. حتى شايفين وانا بشدها جامدة جامد. فانا بقى دلوقتي هكمل كل الكمية دي بنفس الطريقة. هكون هنا محضرة معايا كده حلة على النار، حطيتها كده وحطيت فيها شوية ملح، وهحط كمان معاها شوية من الكمون. الكمون جدا جميل قوي مع الكرنب والكرنبيط لما بتحبي تسلقيهم. المية بتاعتنا بدأت تنمل اهيت. هبدأ انزل القرنبيط عشان تغلي مرة واحدة معاهم. هسيبها كده في قلب المية لحد ما تبدأ ان هي تبقى طرية شوية، يعني ما تتهراش، لا تبقى ماسكة نفسها. وبعد كده بطفي المية وبسيبها خالص في قلب المية لحد ما تبرد وتهدى خالص، وابدأ ان انا اطلعها. دلوقتي كده هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا اللي انا هحط فيها القرنبيط. انا هجيب كده 3 معالق من الدقيق. هحط عليهم كمان معلقتين من النشا، معلقتين كده كبار معتبرين كده زي ما انتم شايفين من النشا. بجد جربوها هتدعولي بجد، لان انا بصراحه بقيت القرنبيط كده كان ساعات في ناس تقولك ما بحبش شكله بس بينفخني. بصراحه بجد لو عملتيه بنفس الطريقه دي مش هتحسي باي حاجه ان هو تقيل وما بيشربش زيت، خفيف جدا. انا حطيت كده شويه من الملح، هحط كده شويه من التوم البودر. ممكن تحطي توم صحيح لو انت حابه، بس انا حبيت احط توم باودر. هحط شويه من الكاري، ممكن ما تحطوهوش، ده انا حاطاه. يعني البهارات ديت حسب راحتك، بس الاساسي عندنا التوم والبابريكا والكزبره والكمون والكركم. دولت الاساسيين في الوصفه بتاعتنا. لكن اي بهارات تانية انتي ممكن تحطيها. حط شويه كمان من الجنزبيل. انا حطيت جنزبيل وكركم وتوم. حط كمان شويه من الكمون. حط شويه من الشطه الحمراء. ممكن تحطي بردك شطه خضراء بس انا مرضتش اكتر عشان ولادي. وده كده الكركم معانا. هبدا بقى ان انا اقلب كده كل المكونات بتاعتنا. زي ما قلت لك الاساسي البابريكا والكركم والكمون والكزبره والثوم. عايزه بقى تحطي حاجات تانية، عايزه تشيلي حاجات تانية، مفيش مشكله. هتاني بقى اقلبهم كده كويس. خلاص كده قلبته. هبدأ كمان احط معلقة من الخل، بتدي للقرنبيط بتاعنا بردك خرفشة كده حلوة مع الخلطة دي. هجيب بقى كده كوباية مية، وهبدأ ان انا احط حبة بحبة واعجن الخليط بتاعنا ده. آه، انا عايزة احصل على دي كده الكزبرة الخضرة. انا ماسكاها يا دوب، قطعتها كده في قلب الكبة، فرمتها كده عشان تبقى فرم صغير. هحطها كده معاهم كمان. وهبدأ ان انا انزل كده المية. قلت لكم انا عايزة العجينة يعني القوام بتاعها عامل زي قوام الكيكة بالظبط. ما يكونش خفيف عن كده وما يكونش تقيل عن كده. هي كل ما بتكون تقيلة كل ما بتكون احسن، بس انا بحب ان هي تكون وسط، يعني ولا تقيلة ولا خفيفة. يعني زي ما قلت لك زي خليط الكيكة. فانا بقى تاني اقلب كده بالمعلقه، واي دقيق معايا مكلكع بتني ادعكه كده بالمعلقه بحيث ان هو يفك كده معايا مع الخليط.
هحط كمان شوية من المية لان كان في دقيق لسه مخرز كده. هتاني بقى اضربه كده كويس بالمعلقة عشان خاطر كل الخليط بتاعنا يتجانس كده مع بعض. زي ما قلت لكم القوام بتاعه عامل زي قوام الكيكة اللي انت بتعمليها بالظبط. عايزة تقليه ماشي بس ما تخفيهوش، لو خفيتيه ما بيبقاش حلو. لكن الوسط برضو كمان جميل، يكون تقيل شوية عن كده برضك بيبقى حلو. دي بقى حسب راحتك انتي. كده الخلطة بتاعتنا كده خلصت خلاص. هنا كده القرنبيط خلاص خلص. هطلعه كده من قلب المية. عايزة اقول لكم ان انا سبته في قلب المية لحد ما المية مهدت خالص وبردت تماما عشان خاطر اعرف ان انا اتعامل معاه. مش هعمله وهو سخن، عايزة يكون بارد كده عشان اعرف اقليه وما يتهرش مني. فانا طلعته كده من قلب المية. هو لو انتي اتكيتي عليه هتلاقيه كده بيتقطم معاكي وما بيكونش مهري خالص زي ما انتوا شايفين. حطيت هنا كده زيت على النار وادي القرنبيط بتاعنا والخلطة اللي انا عملتها. هنزل بقى كده القرنبيط في قلب الخلطة بتاعتنا وابدأ ان انا ادخل الخلطة بتاعتنا في قلبها كمان من جوه اهو. زي ما انتوا بقى شايفين الخرام اللي هي فيها دي هبدأ ان انا احط كده الخلطة بتاعتنا في قلبيها كده. هحطها بقى في طبق لحد ما تنزل اي حاجة شالتها معاه، بحيث ان انا لما اجي احطها في الزيت ما تنزلش حاجات كتيرة والزيت بتاعي يبقى مش نضيف من الحاجات اللي هتقع من قلب القرنبيط. فانا بقى هعمل كمان واحدة اهيت هحطها بردك في الطبق. هجيب واحدة كمان اهي. بصوا انا بحط كده جواها هحط كده جواها زي ما انا قلت لكم بالمعلقه كده. تاني اجيب قرنبيط واقوم رايحه حطاه كده جواها عشان خاطر يبقى كلها من جوه عامله كده. هطلع برضه واحط في قلب الطبق. هبدأ بقى كده احط في قلب الزيت زي ما انتوا شايفين كده. باخد وانزل في قلب الزيت. شايفين الخليط بتاعنا عمل في قلب الطبق. هكمل بقى بقية الخلطة بتاعتنا وبقية القرنبيط بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. ادي القرنبيط اهوت بعد ما طلعته من الزيت. عايزة اقول لكم بجد جميل جدا، بجد جربوها هيعجبكم قوي. شايفين مخرفش وجميل بجد حلو قوي. جربوه. كمان هفتح لكم كده واحدة من جوه اهي. بصوا من جوه عامله ازاي. من بره مخرفش ومن جوه طري وجميل جدا وطعمه حلو قوي. يا رب كده طريقتي فيه تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. كنت عامله كمان بتنجان وطماطم، بتنجان مقلي وطماطم ومخلل ورقاق ده كده كمان انا كنت عاملاه. فزي ما انتوا بقى كده شايفين ده كده كان غدانا النهارده. يا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.